ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم فيديو جديد ان شاء الله هيعجبكم. النهارده الفيديو المنتظر، هنفتح مع بعض الفسيخ وهتشوفوا قد ايه هو طلع روعه وجميل جدا جدا. عايزاكم بقى كلكم تجربوه على ضمانتي، وان شاء الله يطلع زي الفل معاكم. عايزه اقول لكم كان طعمه روعه وناعم زبده وريحته كانت جميله جدا جدا. بصوا بقى، انا فتحته معاكم اهو. دي التقفيله اللي كنا مقفلينها مع بعض. اللي ما شافش الفيديو بتاع الفسيخ يرجع كده في الفيديوهات لورا، او هحط لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. تفتحوا الفيديو وتتفرجوا على طريقه التمليح بتاعته وتجربوها. بجد طريقه ممتازه وهتعجبكم جدا جدا. زي ما انتم فاكرين طبعا احنا قفلناه في اكياس، وقفلناه في الاسترتش دوت، وقفلنا عليه كويس جدا جدا. وبس عايزه اقول لكم بامانه، هو اصلا يعني الناس كلها على اليوتيوب بتقول انه ممكن يقعد معاكي من 10 ايام ل 15 يوم وتفتحي عليه، عشان لو قعد اكتر من كده هيحدق وهيبقى طعمه مش حلو. قعديه شهر، انا قعدته شهر بالظبط 4 اسابيع وفتحت عليه، شفتوا بقى الجمال والروعه. عايزه اقول لكم ان بامانه كان جامد جدا جدا وطري وجميل وريحته، يعني انا مش عايزه اقول لكم الريحه قد ايه. ولادي اصلا ما بيحبوش الفسيخ والملوحه والحاجات دي. الريحه شدتهم جدا وبقوا يقولوا لي في ريحه حاجه حلوه، يعني حاجه ريحتها جميله. وحتى هتشوفوا ايديهم وانا بعمل كانوا بيدوقوا. بس فهو بجد طلع جميل جدا جدا. جربوه. انا كنت عامله 5 سمكات، وهنا فتحت معاكم ال5 اهوت. عايزه اقول لكم بقى، الناس اللي الفسيخ بيدود معاها، آه السر في تمليح الفسيخ هو الدنكار. الدنكار ده حطيه في اي مكان بقى في الفسيخ. انا حطيته بعد ما قفلته وحطيته بره. عايزه اقول لكم ما فيش، ما يعني الحمد لله، انا بشكر ربنا طبعا. ما شفتش الدود ولا الحاجات اللي بسمع عنها ده. لا بالعكس، طالع جميل جدا، ما فيهوش اي حاجه خالص. ما طلعش هموشيه واحده حتى في حواليه كده. وطلع ناجح بجد وممتاز جدا جدا. اهم حاجه بقى في تمليح الفسيخ ان انت كل اسبوع بتمسكي الكيس، تقلبيه مره شمال ومره يمين. الاربع اسابيع تقريبا انا قلبت حوالي من 4 ل5 مرات. كنت كل ما اخش المطبخ كل ما افتكر كده اقلبه على الجنب ده شويه وعلى الجنب ده شويه. بس شفتوا الروعه بقى طالع عامل ازاي. عايزه اقول لكم انه دايب وجميل جدا جدا. وكتروا الملح، ما تقلقوش، الملح مش بيحدقه خالص مهما قعد، بالعكس بيخليه يدوب ويبقى جميل جدا جدا. وشايفينه احمر ازاي من جوه، وطعمه بامانه كان روعه. انا اول مره في حياتي على فكره اعمل الفسيخ، واول مره اكله، بس ان شاء الله مش هتبقى اخر مره وهعمله كتير ان شاء الله. بس هنا بقى فتحت كذا واحده معاكم كده، وقلت عشان ما اطولش عليكم. انا بس بوريكم المنظر عامل ازاي وقد ايه هو فعلا شهي وطالع طيب جدا جدا ونضيف وجميل قوي قوي قوي. جربوه مش هتندموا. وعايزه اقول لكم معلومه كمان، لو الكيس نفخ معاكي اوعي تقلقي، مفيش منه اي مشاكل خالص. بالعكس هو بينزل الميه بتاعته، والكيس بيتنفخ لان انتي مقفله عليه كويس جدا. فايه الميه اللي جواه دي بتسويه اكتر واكتر. بس ده شكل الفسيخ بجد، شكله روعه وجميل ودايب وحاجه كده محترمه. جربوه وقولوا لي بقى في الكومنتات ايه رايكم فيه بعد ما تعملوه. وبس لحد هنا الفيديو بتاعي خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى اكون بقدم لكم حاجة مفيدة تستفادوا منها فعلا. واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم مع السلامة. هتوحشوني جدا جدا جدا.